حديث الولاده مواليد الشتاء يبقوا اكثر عرضه للربو بالظبط. مش بس للربو ولنزلات البرد ولمشاكل انخفاض الحراره. يعني ايه التعليمات اللي حضرتك تحب تاكد عليها؟ انا دايما بنصح المواليد، بيبقى مثلا بشوف انا الام جايبه لبس المولود وراسه بيغطوه كل شويه ببطانيه ويتكشف من هنا ويتكشف من هنا، لا يبقى انا نجيب ملابس زي ملابس طيارين تكون كامله من اول هنا لحد تحت وتقفل بسوسته، دي الملابس بتاعته اللي هيطلع بيها بره. داخل البيت دفيه مفيش مانع، ممكن انا هسمح بالتدفئه بس على فرض لو دفيت الغرفه دفيها نص ساعه او كده بطلي بقى الدفايه. ونخلي بالنا ان دول بيبقى عندهم برضو ميل اكتر للبروده، يبقى التدفئه واهم تدفئه في الاطفال دول هتبقى حضن الام. ليه بقى؟ طلع ان في الاطفال مثلا الاطفال اللي في الملاجئ بدهم اكل يبقى وزنه حلو وكل شيء وينمو، في حاجه جدا مهمه للنمو، في هرمون النمو. احنا ممكن نولد 5 هرمونات للنمو مختلفه عن طريق الحضن، يبقى حضن الام لطفلها الرضيع يرفع مناعته، مهم قوي. ونشوف بقى حضرتك خطيره جدا، اما تجيب الدبه الصغنونه وتبعديها عن امها تنخفض درجه حرارتها هي وبنت الانسان او ابن الانسان عن امه نص درجه. انخفاض درجه حراره الرضيع عند ابتعادها عن امي بأنفه يزيد من معدلات نزلات البرد، وخطيره. وكمان بس كده لو في ضوضاء، يعني الطفل ده لو قاعد في ضوضاء فتح التلفزيون وقاعد مع ابنها الرضيع، لو في ضوضاء عند الرضيع يخفض درجه حرارته وحراره جلده وانفه ويزيد معدلات البرد. يبقى حاجات سهله جدا لو عملناها ممكن نحمي اطفالنا تطعيم بسيط جدا، ان انا اوفر لهم الحب والدفء والهدوء وابعدهم عن الملوثات والتدخين. التدخين يزيد معدلات البرد عند الرضع. اولاد المدخنين اكثر عرضه لالتهابات الجهاز التنفسي، التهابات الشعبيه. بالمناسبه حتى لو ما فيش تعرض مباشر، يعني النفس نفسه لو فيه نيكوتين بيبقى فيه مشكله. الجديد 7000 ماده بيطلعوا من التدخين كويس، ولكن هو بيدخن بره في الشارع، ملابسك فيها وشعرك فيه كل حاجه بيعلق فيها وشنبك وحاجبك من اسبوع ل3 اشهر. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. شكرا لوجودك معنا.